زبالة وفران وتلوث. هل هي دي باريس ولا مدينة النور والحب والجمال؟ والطابور اللي ورا ده كله، لكن خلي بالك ان الداي باس هنا مش 24 ساعة، هدية من لا يملك لمن لا يستحق. في واحد باع البرج ده خردة مرتين. او كوم الدكة، احنا شبه كوم الدكة بالظبط. منطقة سرية دي ولا شقة مفروش؟ انت زهقتني من ساعة ما جيت اوروبا، معلكش غير سؤال واحد، الشقة بكام؟ ده هيكسر الفيزا مش هيرجع. العياط بتاع كل فيديو، الناس اللي بتحسدنا على السفر. احنا طالع من تحت اهو، نفسي اتقطع خلاص. مين يا لولو مين بيعمل ايس كريم احسن من امورينو؟ مش قسما بالله ما ليها خروج من الابراهيميه. الحنك دي ما يتكلمش. هتتقفش وهتدفع غرامه بنت كلب. صباح الخير، احنا في باريس. رحلتنا الى باريس ومن قدام النوتردام تشيرش او الكاتدرال بتاعت نوتردام، واللي اتشهرت بعد روايه فيكتور هوجو احدب نوتردام، فبقى هذا المكان يعني ملتقى كل السياح. والكنيسه دي اتبنت من القرن ال 12، المره اللي فاتت لما جيت ما كانتش لسه كملوا ترميمها لان هي اتحرقت في سنه 2019. بداوا الترميم بتاعها، كان مشروع جبار، خلص بعد قبل الاولمبيكس في 2024. فنخش ونشوف رحلتنا في باريس. مترو في باريس السنجل تيكت ب 2.5 يوروز، او تشتري الداي باس ب 12 يورو. لكن خلي بالك ان الداي باس هنا مش 24 ساعه، الداي باس هنا بالتاريخ. فلو انت عامل حسابك ان انت تاخده نص اليوم النهارده يكفيك لحد نص اليوم بكره، مش هينفع الكلام ده، هو بتاريخ اليوم. فالساعه 12 يخلص الباس. وانا شايف بصراحه ان انت تشتري تيكت باي تيكت احسن. بكره ان شاء الله هنروح ديزني لاند ونقول لكم كل التيبس والتريكس بتاع ديزني لاند، وهيبقى لها ان شاء الله فيديو لوحدها. ومحسن هيجوين اس في هذه الرحله عشان احنا طلعنا له الفيزا بتاعته. ولو ما تعرفش القصه، فمحسن اخويا كان عايز يطلع شنجن فيزا، فاصحابه قالوا له نقدم عن طريق شركه سياحه. المهم اترفضوا وهو سمع كلامي وقدم لوحده واتقبل. خش اتفرج على الفيديو اللي بحكي فيه القصه بتاعت شنجن فيزا بتاعت محسن، او لو عايز تعرف كل معلومات عن الشنجن فيزا خش على الفيديوهات بتاعت الشنجن فيزا. ويلا نشوف رحلتنا في باريس هتبقى عامله ازاي. وهذه هي رحله خفيفه لطيفه بسيطه. احنا قاعدين 4 ايام في باريس، مش هنلف كتير، مش هنروح اماكن كتير، وحاجز فندق مش هوستل. فليلي عيشتنا حياه لاكجري شويه بدل ما احنا بنسافر سفر بائس كل يوم في مدينه. فتعالوا نشوف العيد في باريس هيبقى عامل ازاي. وهي كل التماثيل دي فلوس، كان معاهم فلوس كتير. سبسكرايب فور مور اوسم ترافلز وذ دولا. ده الاكسس ويز ريزرفيشن، 5 دقايق هتدخل تحجز من على الموقع فور فري. والطابور اللي وراه ده كله النون ريزرفيشن. فلو هتيجي نوتردام اعمل حجز يوميها الصبح على الموقع ببلاش عشان تتفادى ان انت تقف في هذا الطابور. دي حاجات مش هتعرفها الا مع دوله. شايفين يا جماعه الناس واقفين في الطابور؟ ايه ده؟ احنا دخلنا في قد ايه يا لولو؟ 1 minute 1 second. متحف اللوفر، ودي حدائق اللوفر. طبعا انا جيت اللوفر قبل كده، بس ليلي ما كانتش عايزه تيجي اللوفر، ففي الرحله دي مش هنيجي اللوفر. بس عندي الفيديوهات بتاعت اللوفر هنزلها لكم ان شاء الله. المتحف دخوله ب 22 يورو، او ممكن تشتري التذكره بتاعت اللوفر وفرساي مع بعض، بيبقى عليهم خصم بتاع 15% كده. احجز طبعا قبلها بمده لان التذاكر بتاعته بتخلص بدري لو انت عايز تيجي. والمتحف كبير جدا، فتعمل حسابك ان انت هتقضي جوه اليوم بحاله، وهو حلو ولطيف وكل حاجه. لكن لو انت مش من هواة المتاحف يعني مش رهيب قوي، فاهم؟ تعالى بره وتصور واقعد في الجناين بتاعته لو انت مش من هواة المتاحف. انا رحته بصراحه لان يعني اللوفر لازم تيجي اللوفر، وفرساي برضه رحته لنفس السبب. لكن احنا في الرحله دي لا نروح اللوفر ولا فرساي. جينا فين بقى؟ جينا الفان زون بتاعه رولان جاروس. طبعا رولان جاروس او الفرنش اوبن هي واحده من البطولات الجراند سلام ال4 للتنس. ف ايه هم؟ فرنش اوبن، يو اس اوبن، استراليان اوبن، ويمبلدون. طبعا عشان تحجز تذاكر غاليه جدا ومن زمان، فعاملين ايه؟ عاملين الفان زون الجميله دي للمشجعين الغلابه يجوا يقعدوا هنا، حاطين لهم مدرجات وشيزلونجات، والناس قاعده بتتفرج على الماتشات. اتفرجنا على ماتش النهائي بتاع الويمنز، وكوكو جوف كسبت سابالينكا.
وليلي زعلانه عشان كانت عايزه سابالينكا هي اللي تكسب. وفي بقى فود كورتس وفي بقى شغل وبتاع، فاجواء جميله حلوه. قلنا ايه نجربها واحنا هنا في باريس. والكونكورد بلازا طبعا ورانا هذه النافوره الجميله، ولكن في هنا المعلم، اشهر معلم دي هدية من لا يملك لمن لا يستحق. أهداها محمد علي كأن مثلا إيه هي بتاعت أهله، وأهداها لفرنسا، وجت السفينة شالتها من اسكندرية لحد ما جابتها هنا باريس. مرسوم عليها بقى إيه شالوها إزاي، والمركب قلبتها إزاي، وعملوها إزاي بالفرنش. وعليها طبعا هيروغليفي، وعليها فوق زي هريم صغير كده من الذهب زي المسلات بتاعتنا، ما هي زينا كل الاماكن في العالم. طبعا لا يجوز وما يصحش ان انت تزور باريس من غير ما تمشي في اشهر شارع في باريس، يعني الشانزليزيه بقى وشغل الشانزليزيه. فهذا الشارع هو الشامبليزيه او شانزليزيه زي ما احنا بنقول. والشارع 2 كيلو بيبدا من عند الكونكورد بلازا والمسله اللي احنا كنا عندها، وبينتهي عند الارك دي تريومف او قوس النصر. خلاص. والشارع ده بيتعمل فيه الاحتفالات والباريدز، ولما نابليون جه كسبان بقى ماشي في الشارع ده، وباريس سان جيرمان لسه كسبان تشامبيونز ليج فعدى برضه في هذا الشارع. النص الاولاني من الشارع اللي هو من اول الكونكورد لحد هذا التقاطع بيكون جناين، فجنينه حلوه جدا على اليمين وعلى الشمال لو عايز تقعد، والشجر منظره تحفه. الجزء الثاني بقى اللي هو لحد الارك دي تريومف محلات ومطاعم، افخم البراندات، كل المطاعم، كل حاجه ممكن تلاقيها جوه، مطاعم حلال كل حاجه، وبيسهروا لحد الساعه 12 و11 ونص بالليل. فيلا بينا ناخد جوله في الشانزليزيه. يلا بينا لولو. وصلنا الى الارك دو تريومف او قوس النصر اللي بناه نابليون بعد ما كسب فيه الحروب النابليونيه. اخر الشارع بتاع الشانزليزيه هو قوس النصر. زي ما انتم شايفين الاجواء فظيعه فظيعه. بس يا ليلي بس بصوا يا جماعه الاجواء عامله ازاي، فظيعه. والدنيا شويه تشتي شويه حر شويه، الجو غريب. يلا بينا نروح عشان الدنيا 10 بالليل واحنا عايزين ننام، ورانا ديزني لاند الصبح بدري. ماشي. وصلنا الى ديزني لاند. ولابسين ماتشنج انا وليلي. لماذا نحن هنا؟ قضينا يوم غريب عجيب غير متوقع في ديزني لاند. عشان تتفرجوا عليه تابعوا الفيديو الجاي اللي هينزل على القناه، وشير ولايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو بتاع ديزني لاند تتفرجوا عليه. انا مش حاسه برجلي، مش اركبها. لا وحش القطر ده وحش. لا هو ممتع بصراحه، انت عشان جبان. النهارده بدأنا يومنا من عند أشهر حاجة في كل باريس اللي هي تور ايفل أو برج ايفل. وطبعا زحمة يا جماعة. الجناين بص بتاع برج ايفل كل الناس بتيجي ايه تفرش هنا وتقعد في الأرض تتفرج، تجيب سناك ولا حاجة وتعيش ايه حياة البيكنيك اللطيفة. خلاص. فكل الناس جاية ايه مبسوطة وسعيدة. ولو عايز تطلع البرج لازم تحجز قبلها بوقت كافي من على الموقع بتاعهم. في 3 اوبشنز. اوبشن رقم 1 ان انت تطلع الدور الثاني بس. خلاص. طبعا طول البرج 300 متر، خلاص 303. ففي اوبشن ان انت تطلع للسكند فلور بس سواء بالاسانسير او بالستيرز. وبعدين الاوبشن الثاني انت تطلع لحد فوق خالص لحد الحجره بتاعت جوستاف ايفل اللي فوق خالص في 300 متر، بس دي بتطلع لها باسانسير. فممكن تطلع لها تاخد اسانسير في اسانسير او اسانسير سلم في اسانسير، طبعا بتكون ارخص والاسعار هتلاقيها على الموقع بتاعهم، بس احجز من بدري عشان تلاقي تيكتس. هذا البرج بناه جوستاف ايفل سنه 1889 وللسخريه. البرج ده كان المفروض يتفك كله ويتباع خرده بعد 20 سنه في سنه 1909 بمناسبه المعرض العالمي في باريس. هو قال احنا هنستخدمه لاغراض علميه وحط فيه انتنه فوق، فقالوا له خلاص ايه هنسيبه. فالمكان ده ما كانش هيبقى معلم باريس ولا حاجه، والناس اصلا ما كانش عاجبها شكله، يقول لك ايه ده برج حديد شبه المدخنه في نص باريس. لا يا عم مش عايزين. والبرج ده اكتر من 18,000 حته حديد، 2.5 مليون مسمار، 10,000 طن. وفي واحد باع البرج ده خرده مرتين لما لقى في جريده فرنسيه بيقولوا ان تكلفه
الصيانه بتاعت البرج مش عارفين يعملوها بلديه باريس، فعمل نفسه موظف واجتمع باكبر 6 من تجار باريس وقال لهم ان الحكومه في السر عايزه تبيعه وتفككه. وفي فعلا واحد اشتراه منه ودفع له فلوسه، وبعد كده عاد نفس الموضوع ده تاني في مرة تانية وباعه تاني زي اللي باع العتبة الخضراء في فيلم العتبة الخضراء. تخيل ان ده حصل فعلا في هذا المكان. والبرج ده فضل اطول مبنى في العالم لحد سنة 1930 لحد ما اتبنى الامباير ستيت بيلدينج في نيويورك. البرج فوق خالص في اوضة لجوستاف ايفل فيها مقتنيات ليه، وكان بيستقبل فيها الضيوف وكان بيستقبل فيها اديسون، وحتى سمى بنته اديسون. فهذه هي جولتنا في برج ايفل. هناخد بقى لفه هنا، ما حجزناش تيكت عشان ليلي بتخاف من المرتفعات. لو انت جيت هنا بقى تاخد الصور الشهيره وتعمل كده والحاجات الحلوه دي. لما تيجي باريس ان شاء الله لازم تيجي هذا المكان طبعا الجميل. شايفين ورايا يا جماعه الكافيهات والشوارع الضيقه الجميله. احنا فين؟ احنا في كوم الدكه، احنا شبه كوم الدكه بالظبط. احنا في مونت مارتي. مونت مارتي هو الحي بتاع الفنانين والفن في باريس. في كنيسه هنا فوق جميله جدا، لازم تيجي لو انت جيت باريس، اسمها ساكري كور. فوق الجبل كده والفيو بتشوف منه باريس كلها. عندنا بقى كومنت يا جماعه الناس اللي بتقعد تقول لك باريس وبلد الزباله والفران والتلوث. لفيفه 3 ايام ما شفناش فار. لا على فكرة شفنا فارين في محطة المترو. فارين صغيرين في محطه المترو تحت الفندنج ماشين. تحت الفندق. كانوا شكلهم كيوت قوي وهم مغنطوطين كده. المهم لا في فران في الشارع في كل حته ولا بتاع. وانا جيت قبل كده باريس 3 ايام برضه ما شفتش فران. والزباله يا جماعه يعني ناس بتضخم الموضوع ده اوفر، بالذات المصريين في الفيديوهات. مش عارف ليه، انا نفسي اعرف ليه. انت زهقتني من ساعه ما جيت اوروبا، ما عليكش غير سؤال واحد: الشقه بكام؟ احنا فقراء. احنا ممكن نشتري شقه هنا بسهوله والله. كل اللي طالع عليه الشقه هنا بكام؟ انا عايز شقه هنا 50,000 يورو يعني. بص البيوت عامله ازاي، والله احنا ممكن نعيش هنا. ده هيكسر الفيزا مش هيرجع. دول اللي بيكسروا الفيزا ويخلوا احنا عندنا نعيش هنا بسهوله والله العظيم. العياط بتاع كل فيديو طالعين ساكري كور، وساكري كور دي فوق جبل طلع لها بالسلالم كده. فانا قلت نفسي خلاص مش قادر، انا بموت. الناس اللي بتحسدنا على السفر، احنا طالع من تحت اهو، نفسي اتقطع خلاص. لولو برافو، نشاط وحيويه. لسه في سلام تاني يا ابو الحق. وصلنا الى قلب باريس النابض ساكري كور. ومن ورانا كده ايه؟ لا بتشوف باريس كلها من ورانا. لا تحفه بجد يا جماعه. الله، هي دي باريس بس؟ يا لهوي يا لهوي. الفيو بس من هنا، تيجي بس تريح كده تاخد نفسك والفيو وتقعد على هذه السلالم، هتلاقي مطربين وحفلات وناس بتغني طول الوقت في مونت مارتي في ساكري كور. ده المكان المفضل بالنسبه لي انا في باريس كلها الصراحه يعني. فاحنا جينا عند امورينو، وانا بقول لليلي ومحسن ان امورينو ده اشهر واحد بتاع ايس كريم في العالم. فليلي رايها ان مين يا لولو مين بيعمل ايس كريم احسن من امورينو؟ مش قسما بالله ما ليها خروج من الابراهيميه. مش ده احنا مره معديين على البحر بالصدفه فلقينا واحد بتاع ايس كريم انا ما اعرفوش بقالي 40 سنه في اسكندريه، اول مره اشوفه. فدخلنا كلنا عنده فبقت مدمنه انا باكل عند مشمش. فيا جماعه يا ريت مشمش ده يطلع ترند بقى ولا ايه، ما اعرفش ايه وضعه يعني. مشمش اللي في بحري وبتقول لك احلى من امورينو. الكون هنا ب 8.5 يورو، فيا خسرت ال 8.5 يورو اللي احنا دفعناهم. انت بال 8.5 يورو دول ممكن تشتري مشمش ذات نفسه. مشمش ده ما اعرفش شكل اليورو. مولان روج وواحد من اشهر المسارح في العالم، واتعمل طبعا فيلم المشهور بتاع مولان روج. فتيجي تلاقي الناس هنا كلها واقفه عند هذا التقاطع بتتصور، وبالليل بتلاقي ناس كتير هنا وعربيات جايه تحضر العروض في المولان روج. واحد صاحبي قال له لما تروح اوروبا استخدم الديبت كارد وانت داخل في المترو.
خلاص، ومش هتسحب لان هي ما بتسحبش على طول زي الكريدت كارد لانها مش شغاله، بس هتعديك. فالنهارده عدينا على مرتين يجوا الناس البوليس يشيكوا على التذاكر. فلو صاحبي سمعنا في هذا الفيديو هتتقفش وهتدفع غرامه بنت كلب، غرامه تنسيك اللي انت دفعته في حياتك كلها. ماشي، بلاش شغل المصريين. اوكي. بلاش شغل المصريين والشغل الاستنصاح. سي سويت مي كونتو. احنا بنتمشى بالليل في الشانزليزيه، واللي ورانا ده اشهر لوي فيتون في العالم. ده براند قبيح جدا جدا، واللبس كله شكل ويقرف وحاجات عليها اشكال ورسومات، ويعني هو مش اي حاجه غاليه وخلاص، يعني مش اي حاجه غاليه تبقى حلوه. واسمه ايه الراجل بتاع شركه تانك ده؟ ايه اللي عاملاه بنفسك ده صندوق؟ ايوه، بخيت وعديله وبراند في منتهى القبح، واللبس شكله قبيح جدا. عمري ما شفت قطعه واحده حد لابس لوي فيتو ده قطعه شكلها حلو، قطعه واحده شكلها حلو ما شفتش. طيب احنا خلاص في المطار، وبهنا ننهي رحلتنا في باريس. شيروا لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو عجبكم، ويفولوا على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، ونشوفكم على السفر باذن الله.